السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ عفيفه كيتشن. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بغرير ناجح 100% ومضمون وسهل. نبداو ان شاء الله. بسم الله. عندي هنايا 2 كؤوس ديال السميده رقيقه ديال الحرشه، عندي كاس ديال الدقيق الحلويات، الدقيق الابيض الفرص، غادي ندير معلقه صغيره ممسوحه ديال الخميره حبيبات ديال الخبز، غادي نضيف معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، وغادي نحتاجو كذلك 2 خمارات غادي نخليوهم حتى للاخير. غادي نخلط هاد المكونات مزيان، غادي نضيفوا ليهم 4 الكيسان ديال الماء دافئ، نفس الكاس اللي عبرنا به الدقيق والسميده غادي نعبروا به الماء. غنضيفوا 4 ديال الكؤوس عامرين. 4 الكؤوس هما اللي ضفت، وإلا كانت السميده كتشرب يمكن لكم تضيفوا واحد نص كاس اخر. غادي نخلطوا هاد المكونات مع الماء دافي، الماء يكون دافي غادي للبارد ما يكونش سخون، باش ما كيخلي باش الخميره كدير المفعول ديالها. غادي نخلطوا غير عادي، وغادي نضيفوا الخليط في المولينكس ونخليو الخليط يتطحن مزيان حتى كتنسجم داك السميده مع الفرص، وكيولي واحد الخليط ما تبقاوش يبان لنا داك الحبوب ديال السميده، كيولي داك الخليط ابيض. نسدو المولينكس ونطحنو مزيان ونرجع معكم. من بعد ما طحنا الخليط هانتوما كما كتشوفوا خصو يكون في هذا القوام هذا. كما قلت لكم الا شربت السميده زيدوا واحد 4 كاس ولا نص كاس ديال الماء دافي. دابا غادي نضيفوا 2 خمارات 14 غرام ديال الخميره بيكين باودر، غادي نغربلوها باش ما تيبقاوش داك التكتلات في الخليط. هاد الطريقه اللي غنصيب معكم اليوم ديال البغرير ناجحه 100%، ويصدق لكم من اول مره. صافي نخلطو غير خفيف، غير بالخلاط اليدوي، غير شويه، وغادي نغطيوه بسلوفان ونخليوه يخمر 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه، ونبداو نطيبوه ان شاء الله. من بعد ما مرت 10 دقائق على بغرير ديالنا غادي نبداو نطيبوه. كيف ما كتشوفوا غنديروا بغرير في المقله تكون سخونه، غادي نزيدوا العافيه. منين تبدا البغريره تثقب كيف ما كتشوفوا غادي نقصوا ونخليوها طيب على خضرها باش ما كتحرقش ولا تحمر وما تتقبش من وما يجيش متقب مزيان. صافي نبقاو هكا كنطيبوا البغرير ديالنا كله. من بعد ما كيتحمر من التحت وكنشوفوا داك الفقاعات ديال العجين الفوق مبقاوش، كنحيدوه. شفتوا كي تيجي رائع. دابا غادي ندير البغريره الثانيه، نفس العمليه اللي درت معكم. غادي نزيد في العافيه، غير تبدا تثقب البغيره نقصوا العافيه ونخليوها طيب على خاطرها حتى كتثقب كلها. العافيه مجهده دغيا كتخليه هي يتحمر ويتحرك وما تيتثقبش على خاطرو. ملي كنقصوا العافيه كيبقى على خاطرو. صافي انا غادي نكمل على هاد الطريقه هذه، غنكمل الكميه اللي عندي بالطياب. كيف ما قلت لكم نديروا البغرير نقصوا العافيه، ومني كتبدا تقب بحال هاد الشكل اللي كتشوفوا كنقصوا ونكملوا الكميه كلها اللي عندنا.
ما تنساوش الا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ديروا اشتراك للقناه الا كنتو جداد، وبالنسبه اللي مشترك في القناه ما تنساوش لي لايك والتعليقات ديالكم ورايكم في الفيديو. غادي نكمل انا ان شاء الله الكميه اللي عندي ونتلاقاو مع الشكل النهائي ديال البغرير اللي صيبنا معكم. هاد الشكل النهائي ديال البغرير اللي صيبنا معكم اليوم كيجي على هاد الشكل، كيجي رائع وتيجي خفيف. كنتمنى تجربوه بهاد الطريقه، وبصحه والراحه وشهيه طيبه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.